شاء الله النهاردة في حد زميلنا عنده مشكلة بيجي يعمل ريسيت لكاميرا عن طريق الكيو ار كود وهيك بارتنر برو، او بيعمل ريسيت باسورد عن بعد مش على نفس الشبكة. فبيجي يعمل جنريت للكيو ار كود، بيحصل معاه مشكلة والكيو ار كود ما بيظهرش. طيب الحل في الوضع ده ايه؟ اول حاجة بنيجي هنا على فورجيت باسورد. طبعا احنا بنيجي نعمل جنريت كيو ار كود، الكيو ار كود ده ما بيظهرش. طيب الحل التاني هنعمل اكسبورت فيتشر ديفايس فيتشر عن كود فايل، هندوس عليها. هيطلب منك هتحمل الملف ده على مكان عندك في الجهاز بتاعك. فانا هختار هنا عندي مثلا ديسكتوب، تمام، وهختار له فولدر اسميه XML، تمام. هعمل سيلكت فولدر وهدوس اوكي. هنا بيقول لك فايل اكسبورتد، تمام. هعمل ايه بعد كده؟ بعد ما عملت فايل اكسبورتد هاجي هنا على الميل بتاعي، تمام، وهعمل ميل جديد. هبعت ميل يعني، هنبعته لمين؟ هنبعته support.mina@hikvision.com، تمام. الموضوع هنكتب فيه ريسيت باسورد، تمام. وهاجي تحت هنا بقى هنعمل ايه؟ نعمل اتاش، نحمل الفايل اللي احنا نزلناه عندنا على الديسكتوب. هنيجي على الديسكتوب هنا ونيجي على فولدر الاكس ام ال، وده الفايل اللي احنا حملناه، هنعلم عليه وندوس اوبن، تمام. انا ما بكتبش فيها حاجه، بس ممكن تكتب اعاده تعيين الباسورد، تمام. وهنعمل ارسال، تمام. كده احنا بعتنا الرساله، تمام. كده الرساله اتبعتت. طيب هما دلوقتي احنا في خلال دقيقتين اهوت ردوا علينا بميل، هنشوف ايه اللي في الميل ده، تمام. بيقول لك ورجاء تكرار متواضع اذا كنت اهل فاهمين مش عارف ايه الكلام ده، واخد بالك. كيس نمبر 71 المهم يعني. فهم كده الميل وصل لهم، تمام. فاحنا بقى مستنيين ايه؟ يردوا علينا بالكود، تمام. فنستنى يردوا بالكود ونشوف. طيب انا دلوقتي قعدت ربع ساعة وما ردوش عليا، فالحل ايه؟ الحل اتصلت بيهم على الرقم بتاعهم، تمام. فبعتوا لي الرد في ميل وقتي وانا معاهم على المكالمة، تمام. هنفتح كده الميل اللي جالنا اللي هو ده ريسيت باسورد، تمام. وهننزل لتحت، تمام. هو ده الرد اللي هم بعتوه لينا، تمام. يعني ده الميل بتاعهم رد علينا. هنيجي بنفس الشكل كده، هننزل تحت هنلاقي ملف زي ده، واخد بالك. هنعمل تحميل للملف ده، تمام. وعملنا تحميل، تمام. وهنرجع تاني على الهيك بارت الاس اي دي بي، تمام. ونعمل كده اس اي دي بي. وبعد كده هندوس على امبورت فايل، وهنختار الفايل بتاعنا احنا حملناه في الداونلود عندنا. هتلاقي الملف زي ما احنا شايفين اسمه كده، تمام، بالشكل ده. هندوس عليه ونعمل اوبن، تمام. وبعدين هنكتب الباسورد الجديد، تمام. انا كاتبه بالعربي عشان كده ضعيف، هنكتبه بالانجليزي. ندوس الباسورد الجديد، تمام. ونرجع نكتب الباسورد تاني، وندوس كونفيرم. هنا بقول لك ريسيت باسورد سكسس. الخطوه اللي احنا عملناها هم خدوا وقت شويه عشان يردوا علينا، فاتصلنا بيهم على الرقم بتاعهم، رقم الدعم الفني اللي هو 0800 78